اللحظه اللي كاع الناس حاب ليهم باللي قضيه إبستين تدفنات معاه في قبره، تفرقع بركان فبراير 2026 3 المليون وثيقه، آلاف الفيديوهات وشهاده اللي تقدر تقلب موازين القوى في العالم كامل. Conducted by the House Committee on Oversight and Government Reform under the authority granted. وزارة العدل الأمريكية خرجت أضخم دفعة ديال الأدلة في تاريخ القضية، وحنا هنا ما كنهضروش غير على أوراق، بل على 2000 فيديو تجبدات من سيرفرات سرية كانت مخبية في جزيرة ليتل سان جيمس. ولكن الصدمة ما كانتش غير في الأسماء، بل كانت في الخصوصية. الخطير في الأمر هو أن الفيديوهات اللي خرجت ما كانتش منقحة، الوجوه واضحة، الضحايا مكشوفين، والخصوصية اللي حاول القانون حمايتها لسنوات تبخرات في لحظة تسريب غامضة. ضحايا قاصرة تلاحت للعلن، وهذا الشيء خلى المنظمات الحقوقية تنوض قربال على الطريقة باش تسرعت هذه الملفات. ومن وسط الزنزانة ديالها غيلان ماكسويل هرست الصمت ديالها في 9 فبراير 2026. ما خرجاتش باش تطلب السماحة، بل خرجات باش تقايض. والرسالة كانت واضحة: الحرية ديالي مقابل الحقيقة كاملة. غيلان ماكسويل طلبت المستحيل، عفو رئاسي من عند دونالد ترامب مقابل أنها تبرئه هو وبيل كلينتون من أي تورط مباشر في الشبكة ديال الاستغلال. الزلزال ما وقفش غير في ميريكان، في بريطانيا كير ستارمر كيواجه خطر الإقالة، وفي فرنسا استقالة مدوية ديال جاك لونغ مورا ما بان سميتو في الليستات اللي تسربات. وعلاش تردد الاسم ديال العبقري الفيزياء ستيفن هوكينغ في هذه الوثائق؟ واش كان غير ضيف عادي، ولا ديك الجزيرة كانت مخبية شي حاجة أكبر من مجرد حافلات مشبوهة؟ والأول مرة بانت خيوط واصلة للشبكة في شمال إفريقيا، وثائق كتهضر على محاولات باش يخدموا عرضات أزياء من مسابقة تونسية في 2009. فعلا المافيا ما كانت عندها حتى شي حدود. المدعون العامون في فرنسا، ميريكان، ودابا حتى بريطانيا كيسابقوا الزمن. واش غتقدر النخبة العالمية تصمد قدام 3 المليون دليل مادي وقانوني؟ قضية إبستين ماشي مجرد جريمة، هي مرآة كتعكس لنا الوجه المظلم ديال القوة والفلوس. شاركونا في التعاليق بآرائكم.